عليكم. انا هبه من اسكندريه. يعني الناس اللي عماله تقول لي انتي بتعرضي نفسك على السوشيال ميديا وانتي بتدللي على نفسك وانتي يعني بتعرضي نفسك للجواز. هو انا الحقيقه انا بجد عايزه اقول حاجه جوايا. هو انا المفروض او انا او اي ست او اي بنت في الدنيا فعلا فعلا ده كلام حقيقي ومظبوط. مش المفروض ان هي تطلع تقول انا عايزه اتجوز بنفسها. ليه بقى؟ لان المفروض ده مش دورها اساسا، ده دور اهلها، وانا الحقيقه ماليش اهل. هي دي الفكره اللي محدش واخد باله منها، اقسم بالله. انا ما انا اساسا يعني انا عايزه اتجوز عشان انا اساسا ماليش اهل. انا عايزه حد يبقى هو اسرتي واهلي وابويا وامي وكل حاجه، لان انا الناس دي كلها مش لاقياها من وانا طفله. هي دي الفكره كلها اللي محدش واخد باله منها بس. وعمالين ينتقدوني وعمالين يقولوا لي وطالعه على السوشيال ميديا. هو السوشيال ميديا ده وسيله، يعني السوشيال ميديا ده سبب من ضمن الاسباب. يعني الجواز ده اصلا نصيب ورزق، وربنا بيسبب الاسباب. فانا قلت ان السوشيال ميديا ده قد يكون سبب للخير بس. تمام. وبعدين يعني انا عايز اسال سؤال. يعني هو لو حد طلع يقول انا جعان او انا عطشان، حد هيلومه؟ على فكرة الزواج ده فطرة ربنا في الأرض. يعني ربنا بيقول وخلقنا لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. يعني الزواج ده فطرة، الزواج ده سكن. فليه حد لو حد طلع يقول أنا محتاج سكن، يبقى هو كده ما بيعملش حاجة حرام. إيه الحرام في اللي أنا عملته ده؟ يعني اللي أنا فيه أقسم بالله هو اللي حرام. والناس بتقولي طب ما تعتمدي على نفسك. هو ثواني، هو برضو هو إيه علاقة إن أنا أعتمد على نفسي وأنا بالفعل معتمدة على نفسي أنا وبنتي، وعلاقة إن أنا عايزة زوج صالح؟ يعني إيه العلاقة؟ هو اللي بتتجوز ما بتعتمدش على نفسها دي عيلة مثلا عايشة عالة على جوزها ولا ايه؟ والله يعني هي الموضة اللي طالعة اللي هي السترونج اندبندنت وومن دي، الحقيقة انا مش عايزة ابقى سترونج اندبندنت وومن. انا عايزة، انا كفاية ابقى وومن في ظل راجل. انا مش عايزة اكتر من كده، عشان احنا بجد اللي احنا فيه والله ما يرضي ربنا. ربنا يعلم والله العظيم يا ناس. انا بشوف شر من اقرب الناس ليا، بشوف شر من اهلي. انا امي بقالها 7 ايام يا عالم غايبه، بقالها 7 ايام وانا غلطت في حقها وانا بتاسف لها. يا ماما انا اسفه، يا ماما ارجعي بقى، يا ماما انت وحشتيني. والله العظيم مخبينها عني اهلي اللي هم دخلوا خالتي مصحه نفسيه، دخلوا اخويا مصحه نفسيه. انا ما اعرفش اصلا هم دخلوا امي مصحه نفسيه ولا عملوا ايه في امي، مش عايزين يقولوا لي وعمالين يهددوني. انا قسما بالله انا قبل ما اصور دلوقتي حاليا قبلها ب5 دقايق قسما بالله العلي العظيم متصله بسيلف خالي، لان ده الوحيد. سيلف خالي ده مش من دمي، حد ما اعرفوش، حد غريب عني، وانا مش بقول عليه حاجه وحشه. يعني انا الناس كلها فوق راسي يا جماعه، انتوا مصر كلها فوق راسي، بس انا كفايه الشر بقى من اللي انا بشوفه. كفايه اذيه. بيردوا عليا بتشتمني، بتقول لي ما تتصليش هنا تاني يا جزمه يا بنت الجزمه. اقسم بالله بتشتم وبتهان. احنا هنبهدلوكي، هندخلوكي مصحه نفسيه. تدخلوني مصحه نفسيه ليه وانتوا ما وراكوا؟ يعني كل اللي وراكوا عمالين تدخلوا الناس كلها مصحات نفسيه. انتوا ايه؟ اتقوا الله شويه. وبعدين انا خلاص، انا في خلال اليومين الجايين دول انا هشوف حد يكتب كتاب، وان شاء الله ربنا يرزقني بزوج صالح يحميني، ابقى على ذمه راجل يحميني من اهلي. انا بدور على راجل يا ناس يحميني من اهلي. ايه اكتر من كده؟ عايزه اقول لك حسبي الله ونعم الوكيل. عايزه اقول لك ان احنا وانا مسجله لها، انا مسجله لك وانت بتهدديني يا مدير امن اسكندريه. مرات سلف خالي اللي هي اخت مرات خالي، انا مسجله لك، انا مسجله لهم. انا معايا تسجيلات من التهديدات اللي انا بشوفها وعايشه فيها في الدنيا، انا مسجله لهم. محدش يقدر يتعرض لي، انا هبقى في ذمه راجل. انا جوزي يعني انا جوزي اللي هتجوزه ده هو اللي هيحميني وهو اللي هيسندني. انا عايزه راجل يحميني بجد والله. عايزه اقول لك يا هبه، انا عايزه اوصل لك ان في متابعين محترمين جدا. استاذه سعده هوايدي بتقول لك انت بنت جدعه ومحترمه، ربنا يسعد قلبك يا رب ويرزقك بالزوج الصالح. وعايزه اقول لك ان في 3 عرسان معانا على اللايف. في محمد احمد بيقول انا موافق، وفي استاذ ياسر بيقول لو توافق عليا انا اكون ممنون جدا. وحضرتك عندك كام سنه؟ ويعني بصي، زي ما في تعليقات سلبيه زي ما في ناس فعلا حاسه بيكي وناس حاسه بمشكلتك.
انا يعني بخصوص العرسان ده يا جماعه، انا عايزه اقول حاجه. انا قلت حاجات معينه بيجي لي عكسها. يعني انا قلت عايزه من اسكندريه او من دمنهور، لان دي المحافظتين الوحيدين اللي انا اعرفهم. دمنهور دي بلد ابويا واهل ابويا وابويا مدفون هناك، واسكندريه انا عايشه فيها ومدرسه بنتي هنا. فانا ايا كان مع احترامي لكل المحافظات مصر وفوق دماغي، بس انا عايزه حد يا جماعه من جوه اسكندريه. ولو سمحتوا بعد اذنكم، انا مش عارفه ايه كميه الاكونتات الفيك اللي داخله تكلمني. انا مش عايزه ارد على حد على اكونت فيك، وما حدش يجي لي يقول لي انا منفصل. اقول له يعني حضرتك مطلق؟ يقول لي لا انا منفصل لان انا اتجوزت اسبوع ومراتي طلعت مش طبيعيه ومجنونه ولاسعه. يعني انا كلامي يا جماعه واضح، والله كلامي ما فيش اوضح مني. عايزه حد يا اما مطلق يا اما منفصل تحت 40 سنه. ما يجيش حد متزوج، ما يجيش حد يقول لي انا منفصل بس لا انا مش مطلق. ما يجيش حد من بره اسكندريه، ما يجيش اكونتات فيك. انا مش هرد على الناس، مش هرد على الناس دي. انا ما بردش، مش هرد عليكم. اي اكونت فيك يبعت لي انا مش هرد عليه. اكونتات فيك مش هرد عليها. تمام. في حد معانا بيتابع بيقول هي ايه المشكله من الاول؟ انا عايزه ما حكيتيش المشكله. انا عايزه على عيب مصر. انا حكيت كل حاجه. يعني انا بقالي يومين عماله احكي انا حكيت يعني قصه حياتي كلها من ساعه ما احنا عندنا متابعين لسه اول مره يشوفوا. ايه المشكله من حيث ايه؟ يعني ايه السؤال المحدد؟ من اول خالص، من ساعه ما انت اهلك عملوا معاكي ايه وزوجك عمل معاكي ايه وصلك انا ابويا ان انت تطلعي تطلبي على السوشيال ميديا. انا بابايا متوفي من وانا عندي 5 سنين، ومامتي ربتنا على قد ما تقدر وربنا يديها الصحه وطولة العمر. بس هي المفروض ان الاهل اللي حوالينا كانوا يحتووها، لان مامتي يعني قدرتها على قدها، مش هقول اكتر من كده. فاهل بابايا الله يرحمه كان في خلافات ما بينه وما بين مامتي. مش تقريبا كانوا عايزين الوصايه، فما بيعزوش قوي مامتي، وهي بتقول ان هم ما بيسالوش، وهم بيقولوا ان مامتي هي اللي منعتنا عنهم، ومفيش اي تواصل. احنا طلعنا لوحدنا في الدنيا. اخويا ما بيوقفليش في اي حاجه. ماما كانت بتجيب له الاكل لحد عنده، لدرجه ان هو ما حضرليش فرحي ولا شهد على كتب كتابي ولا بيعمل لي اي حاجه. انا المفروض عندي ام واخ وعيله. الكلام ده انا مش حاسه بيه. يعني الفعل الواقع الفعلي مش موجود. الواقع الفعلي ان انا الناس اللي في دار الايتام حاسين بالاسره اكتر مني، والله العظيم. الجزئيه بتاعت جوزك ان هو اصلا كان كثير الحلفان. ابو بنتي ابن عمتي. ابن عمتي اصلا. الاساس المشكله انت بتقولي هو حاله. انا عمتي كل ما تيجي سيرتها بحس ان انا عايزه اعيط. ليه بقى؟ عشان والله انا عملت باصلي، والست دي انا اكلت في بيتها عيش وملح، وانا متطلقه رحت عزيت فيها، وانا حاولت ان انا ارجع له، هو رافض. يعني اعمل له ايه يا جماعه؟ يعني واحده زوجه هي كويسه. كانت ست كويسه، كانت اكتر واحده في العيله بشوفها بتمسك المصحف وبتقرا قران. الله يرحمها. كانت بتمشي معاكي انت شخصيا؟ انا بحبها. تمام. طيب هو مشكلته ان انت بتقولي ان هو حلف طلاق مرتين يوم كاتب الكتاب. لا مش حلقه يوم ايه، لا مش يوم كاتب الكتاب. احنا كاتبين كتابنا. انا استنيت معاه 3 سنين عبال ما جاب شقه. انا عملت باصلي معاه. انا مش عارفه اعمل معاه ايه اكتر من كده. انا اساسا يعني هو جاب عفش وجاب حاجات وجاب لي مهر وجاب لي شبكه، وانا ما قلتلوش. يعني هو لو ما كانش جاب لي كل ده انا برضو كنت هوافق عليه. انا عايزه اعرف المشكله. المشكله الاساسيه هو كان طبعه وحش، والله كان طبعه وحش. والمفروض ان هو حد مش قليل، المفروض ان هو مهندس، المفروض ان هو بيصلي. طبعه وحش، اعمل له ايه؟ وسايب بنته. وحلف بالثلاثه بتقولي صح؟ يعني انت لا هو رمى يمين. ده كانت ايمانات طلاق في التليفون. يعني انتوا متخيلين الهيافه وصلت بينا لدرجه ايه؟ يعني هو مطلقني. بس بتتحسب يعني. مطلقني في التليفون مرتين. 3 مرات؟ لا مرتين في كتب الكتاب، وداخلين على طلقه واحده. مرتين في كتب الكتاب دي عايزه افهمها انا مش فاهمه. يعني انت طالق وبعدين جبنا المأذون رد، وبعدين انت طالق تاني جبنا المأذون رد. يعني انت كتبتي الكتاب مرتين؟ فدي التالتة قالها بقى صح؟ التالتة بقى بعد ما دخلنا وخلفنا بنتنا. احنا قعدنا مع بعض 10 سنين مش عارفين نتعامل مع بعض، ولدرجة ان احنا رحنا لاستشاري علاقات زوجية. يعني انت اصلا بنتك ما جبتيهاش اول ما تزوجتي يعني؟ لا احنا كنا كاتبين الكتاب 3 سنين. انا استنيت معاه 3 سنين مكتوب كتابي. اتطلقتي يعني قبل ما تدخلي بيتك؟ ده انا عشرة عمر وبنت خاله. انا مش متخيله اللي هو بيعمله. والله انا مش مصدقه. طيب بقى انا بجد انا مش مصدقه ان احنا وصلنا لكده. والله ما مصدقه. طب انت ما حسيتيش يعني ده لو انا انت عارفه ندم على تصرف الطلاق؟ ما حسيتيش ان هو ندم؟ لو ندم كان سأل في بنته، ومش ندمان او مش شايف نفسه غلطان. هم مش شايفين نفسهم غلطانين. طب هو مثلا يتهمك بايه؟ هو يعني طبعه وحش وما تتهمنيش باي حاجه. روحي صوروا معاه واسالوه. هو في السجل العيني في دمنهور. روحوا صوروا معاه واسالوه.
ده هو لما زمايله في الشغل بيقولوا له طب عشان بنتك، طب مراتك، بيقول لهم ربنا يسعدها ويوفقها. يعني هو بيدعي لي ربنا يسعدني ويرزقني بالزوج الصالح. ده هعمل ايه اكتر من كده؟ يعني انا مش ست وحشه والله، انا مش. بس انت بتقولي ان هو يعني انت خلاص محرمه عليه. انا محرمه عليه. يمكن عشان كده هو اساسا مفيش مبادره. يعني انت بتقولي هو مش همه، بس انت خلاص انا مش محرمة شايفه عليه. منه اساسا ان هو عنده رغبه داخليه في قلبه. يعني والله يعني العظيم انت بتقولي اقول لك حتى ايه، بنته مش بيسأل اقول لك ايه، استغفر الله العظيم يا رب، لو كنت شايفه منه عنده رغبه داخليه في قلبه كنت اتحللت. احنا بقالنا 3 لا، سنين. هو حرام. يعني اقول ايه احنا اكتر هنقول انا حتى مش لو في شايفه. هو أسباب. عشان في بنت بينا هو مش بيسال حتى في بنته. اعمل ايه تاني طيب؟ والله العظيم انا اللي بروح له واقول له اسال في بنتك. اعمل ما ايه؟ بيسألش عليها خالص ولا بيصرف ولا اي حاجه. انا اخر مره، انا عايزه اقول لك، انا عايزه اعترف، انا اخر مره رحت شتمته في شغله، ما بيردش عليا ومش لاقيه له كبير، والله ما لاقي حد اكلمه. رحت شتمته. ما هو هم طلعوا الوحش اللي جوايا خلاص. لما من انت خالك كتر متوفي؟ خالي، لا خلاني عايشين. لا خالك ابوه، سوري، انت عمتي متوفيه. عمتك ابن اللي هي عمتي، والدتي. طب وابوه فين؟ جوز ابوه، عمتك؟ لا ابوه متوفي. عمتي توفت وجوزها توفى. طب ملوش اخوات، ملوش حد يتدخل حتى في حوار بنته؟ لا ما بيتدخلوش، ده بيقفلوا السكك في وشي. يتدخلوا مين؟ هم ساعات اساسا ما بيعرفوش يوصلوا له. يعني انا مراته ما كنتش بعرف اوصله، حتى اخواته والله ما بيعرفوا يوصلوا له. هو لما يحب يقفل الموبايل ويختفي عن الدنيا بيعمل كده. محدش يعني ده لو عرفوا يوصلوا له يبقى كويس. هو عايش في سكن الشغل يعني؟ والمصحف الشريف ما اعرف هو قاعد فين. مش هو طليقي وابو بنتي وابن عمتي، والله ما اعرف له طريق جر. طب يعني ايام ما كنتوا انا عايزه اقول لك، متجوزين عادي كان قاعد معاكم فين؟ انا لما بحب اوصل له، يعني بحب اوصل له رساله، انا بتصل بالمحامي بتاعه. تخيلي يعني انا بتصل بالمحامي اللي هو خصمي، اللي هو واقف قدامي في محكمه. انا والله العظيم انا عايزه اقول لك، انا والمحامي بتاعه بقينا علاقتنا كويسه مع بعض. من كتر ما هو حاسس بالقهر اللي انت فيه يعني. من كتر ما انا بتصل بالمحامي بتاعه. حابه تقولي ايه تاني؟ انا حابه اقول انا عايزه حد يحميني انا وبنتي. والله مش هتجوز اي حد. محدش يكلمني من اكونتات فيك، محدش يكلمني من خارج اسكندريه او دمنهور، محدش يكلمني فوق 40 سنه، محدش يكلمني متجوز. انا عايزه من طنطا. اكونت مش فيك. في حد كاتب ان هو من طنطا، لو ما التواصل كان عن طريق انا مش الجريدة. عارفه هي اسكندريه خلصت. هي اسكندريه خلصت. يعني هو ماشي، هو لو حد من خارج اسكندريه يوفر لي سكن انا وبنتي في اسكندريه، ماشي ان شاء الله ايجار جديد. طب ليه انت ما تحاوليش ان انت يعني لو حد كويس ويستاهل ان انت تروحي تعيشي معاه؟ عشان مدرسه بنتي هنا، والله عشان بنتي. تحولي لها. يعني انا قصدي لو انت هو لقيتي حد يستاهل، هل عندك المقدره؟ اصل انا خلي بالك، انا زوجي اللي هيتجوزني ده انا مش ناويه احمله عبء مصاريف بنتي. يعني هو يصرف على قد ما يقدر. انا شايفه ان انا مش عايزه ابقى حمل على حد يعني. لا مش قصدي ان انت ممكن تتنازلي وتروحي تقعدي معاه في مكانه لو هو حد يستاهل وحد لو هو كويس حد يستاهل وتسندي معاه، صح كده؟ لو عشان في ناس كانوا بيقولوا، ما انا عايزه اقول لك، انا حتى الان اقسم بالله ما شفت حد يستاهل. يعني انا عايزه حد من اصول، من عيله، مش اكونتات فيك تكلمني. الناس خدوها حاجه استغلال ده انا في واحد دخل شتمني باقذر الشتايم اللي في الدنيا. انا يعني والله ما قادره اقول لك بعت لي ايه. اقسم بالله ما مش هقدر اقول بعت لي ايه. ليه؟ عشان انا رفضت. عشان انت رفضتي؟ انت رفضتي ليه بقى؟ رفضت ومفيش قبول. مش فاكره، بس انا ممكن على فكره، انا ممكن قدامكم دلوقتي اطلع لك هو بعت لي ايه. اقسم بالله صعب النشر على الهوا. مش لازم تتشوري، ممكن تقولي يعني لو حابه انت تقولي تبعتي تقريبا يعني. تقريبا من بلد تاني. ممكن بس اطلع يعني انت لو اطلع الموبايل اوريكي، لان انا مش فاكره رفضته ليه. من كتر ما انا يعني من كتر ما انا فاكره رد فعله. انا مش فاكره انا رفضته ليه، بس انا فاكره رد فعله. لما قلت له ما فيش نصيب، ربنا يرزقك بالاحسن. كلمته بمنتهى الادب والاحترام. انا ما فيش حد. اسالي الناس لو عندهم الشجاعه كلهم اللي اتكلموا. انا برد على كل الناس وما فيش حد الا بكلمه بمنتهى الادب والاحترام. لو سمحتوا ما حدش يأذيني لفظيا، ولا حد يتنمر عليا، ولا حد يدخل يستغلني. كفايه لحد كده. انت كنت قلتي لي ان انت كنت عايزه تقولي انا رفضته ليه، لو حابه ان انت تفتكري انا بجد والله ما فاكره رفضته ليه، بس ما حصلش قبول، ما حصلش نصيب. قلت له ما فيش نصيب، ربنا يرزقك بالاحسن مني. لقيت اتبعت حاجات قذره. في ناس
بتقولك لازم تتجوزي حد محترم عشان تبقى ايوه طبعا، انا اكتر واحده عارفه ان انا لازم اتجوز حد محترم، مش هتجوز حد اي حد. واحده بتقولك محاسن تقولك انزلي دوري على عمل افضل، ما تبقيش محتاجه لحد حتى لو يا ريت، حد اقسم بالله العلي العظيم يا ناس، انا كل يوم في انترفيو. انا عايزه اقول لكم ان انا فلوسي ضاعت على الانترفيوهات. لو حد يعني عايز لو حد بقى عايز يعمل معروف فيا بجد، مش يقول لي تعالي اعملي انترفيو، يقول لي تعالي اشتغلي. ده ربنا يكرمه دنيا واخره، ده هيعمل معروف فيا. انا خريجه ليسانس لغه عربيه علوم اسلاميه كليه دار علوم بتقدير جيد، ومعايا دبلوم تربوي. بس انا مش حابه مهنه التدريس قوي، وانا اساسا بصراحه ما بلاقيش اعلانات تدريس كتير. ولما حد بيقول لي طب ما تدي دروس في الدايره اللي حواليكي، والمصحف ما في دايره حواليا. في ناس بيقولك تجيني العراق تجيني العراق. ما انا مش عارفه ليه بشوف حاجات يا اما بره يعني بره مصر كلها، يا اما بره اسكندريه. انا مش فاهمه ليه الحاجات دي اللي بتجيلي بس. اسكندريه ما فيش اي حد في اسكندريه ليه؟ في ناس بتقولك ربنا كاتب لك النصيب وهيجي لحد عندك ان شاء الله. ايوه طبعا، وانا عارفه كده. على فكره يا جماعه، اقسم بالله انا من قبل ما اطلع على السوشيال ميديا انا مشتركه في جروبات زواج على الواتس، وفي والله في صفحه كويسه جدا اسمها الزواج المصري، ايجيبت ماريج تقريبا. يعني انت حاولتي بتاعت استاذه مي يعني. في صفحه بتاعت استاذه مي اسمها الزواج المصري، دي صفحه ناجحه جدا. وحتى اسالوها، يعني استاذه مي دي تعرفني انا، بتقولي طب ما انت اللي بترفضي. انا برفض ناس كتير مش مناسبين ليا. والله يا جماعه لو لقيت حد جدع واخلاقه كويسه ودمه حامي كده وراجل محترم وبتاع اسره وبيت، هوافق. صدقوني بجد انا مش لاقياه والله. حد يبقى في بينا قبول، يبقى في بينا اعجاب، هوافق. انا فعلا في احتياج ان انا لسند وظهر ليا، وانا مش طالعه استعبط. اقسم برب العزه ما طالعه اعمل ترند، وغلاوه بنتي ما طالعه اعمل ترند. انا مستعده لو لقيت الشخص هكتب كتابي في خلال اليومين الجايين. طيب احنا اسكن انا عايزه حد يحميني من اهلي. في ناس بتستأذن ان هي تتواصل معاكي، وفي ناس ان هي بتتكلم بجد جدا في اللايف. فاحنا برضو في ناس بتقولك طيب لو من القاهرة. المهم الشخص، اهم حاجه الشخص. المهم الشخص. احمد حمدي كاتب انا ارمل محتاج زوجة صالحة. حد اسمه احمد ما انا احمد حمدي بالعربي ولا اكونت فيك؟ لا مش لا عايزه اكونت فيك. مش هرد على اكونت فيك. يا جماعه احنا ممنونين جدا للتفاعلات الايجابيه اللي هي حاسه بمشكله هبه. احنا في ناس كتير قوي بتستأذن ان هي تتواصل. احنا ممكن نعمل مبادرة ان التواصل يكون رسمي عن طريق الجريدة، ويكون في ناس تتدخل بحيث ان يكون الكلام جد جدا، ويبقى في مقابلة بكل احترام وتقدير، بحيث ان احنا نسعى. استاذ احمد محمدي بيقولك لا ده اسمي، بحيث ان احنا نسعى فعلا لان احنا نوفر لك زوج صالح وبالمواصفات اللي انت بتتكلمي فيها، اللي هي اساسها الصلاح. انت ما بتدوريش على مال ولا على جاه ولا على جمال، انت بتدوري على زوج صالح يسندك في ايوه ما انا فاهماكي، ويبقى يسندك في كمان يسندك في حياتك، يعني صح؟ تمام. انت موافقه بالمبادره؟ يعني حد جدع، حد بيشيل، حد كده يقول لي ما تشيليش هم للدنيا وانا موجود. مش عايزه منه فلوس، انا عايزاه يقول لي كده، مش يقول لي برضو كلام. حد جدع الاقيه في ظهري جنبي. في ناس لسه داخله بتقول سبتي زوجك ابو بنتك ليه؟ يا جماعه ممكن حضراتكم بعد ما اللايف يخلص تعيدوا اللايف، هيبقى فيه كل التفاصيل. هو اصلا ابن عمتها واسلوبه مش كويس على حد كلامها، وهو اصلا طلقها بالثلاثه. ولو انا يعني انتم من حقكم تسمعوا الطرف الاخر. يا ريت وانا اللي بطلب منكم كده تروحوا تسمعوا، يا ريت تروحوا تسمعوه. استاذه هبه كمان هي واثقه من نفسها جدا، فهي حتى بتقول انا مستعده ان انا اواجه الطرف الاخر وان انتوا تسمعوه، وان هو لو يقدر ان هو يدافع عن نفسه ويقول كلام مقنع ان هو رمى بنته وحلف عليها بالثلاثه، فهي مستعده ان اي حد يروح يسجل معاه، وكمان ان هو يدافع عن نفسه يعني.
انا مستعده لو مصر كلها تروح تسجل معاه، واللي عايز يقول عليا ما يقول، انا مستعده، لان انا فعلا انا مش مسامحاه، انا مش لاقيه له مبرر. طيب حابه تقولي ايه تاني؟ مايك معاكي. انا بتمنى ان يعني مشكلتي تتحل وربنا يرزقني وانا واثقه في ربنا سبحانه وتعالى، ويكون حد كويس مش اي حد. ويا جماعه مش هرد على اكونتات فيك، ويفضل من اسكندريه او من دمنهور، ولو حد من خارج اسكندريه يكون عنده استعداد يوفر سكن ان شاء الله ايجار جديد في اسكندريه. بس اهم حاجه المواصفات الاخلاقيه دي اهم حاجه عندي. وما يجيش حد 56 سنه، حتى لو 41 سنه مش هقبله. مجرد ان هو قال لي 41 انا هعمل له بلوك، عشان بس تبقوا فاهمين يعني. ويعني انا طالعه، يعني انا شكلي باين قدام الناس كلها، ما يجيش واحد يبقى شكله ان انا يخلفني ويقول لي عايزه اتجوزك. يعني مش عايزه احرج حد يا جماعه. انت عندك كام سنه؟ انا عندي 30. انت عندك 30. والبطاقه معايا، ممكن اطلعها لك اوريها قدام الكاميرا دلوقتي. يعني؟ مواليد 5/12/1992. عمر كله ليكي كده ان شاء الله، وربنا يعوضك الف خير وتحيي حياه سعيده، ونكون سبب احمد حمدي اللي هو ارمل وعايز زوجه صالحه وعنده 34. ف طب هو ليه عامل اكونت فيك؟ مش فيك والله، ده اسمه. تمام. بيقول لك انا ده اسمي الحقيقي. تمام. هو يا جماعه استاذ احمد حمدي بيقول ان ده اسمي الحقيقي، وان هو جيد جدا، وان هو عايز زوجه صالحه لان هو ارمل. فاحنا ممكن ان شاء الله نتواصل معاه. حابين ان احنا نوصل لحضراتكم صوت هبه، ان هي فعلا من كتر اللي شافته، من كتر ما اهلها مش بيدعموها، ومن كتر ما ابن عمتها اللي هو اكتر حد كانت عشره عمر وبتحبه جدا من تسرعه طلقها بالثلاثه ورمى بنته ومش بيسأل عليها خالص. وان العيله اصلا متفككه، وان هم حتى والدتها مخبيينها، هي ما تعرفش اي حاجه عن والدتها. هي بتوجه نداء تاني لوالدتها من خلال عين مصر ان والدتها ترجع، وان هي وحشتها جدا. وانا ما بنكرش ان انا غلطت في حقها. يعني لو رحتوا تسمعوا من العيله كلها يقولوا لك دي عامله ومسويه في امها، امي هي اللي جاحده عليا، امي هي اللي ما بتحبنيش، ومع ذلك انا بدور عليها. على فكره انا ممكن اوريكي في الشنطه، انا معايا فلوس. يعني انا مش عايزه امي لفلوس، اقسم بالله معايا. ممكن افتح الشنطه واوريها لك دلوقتي. احنا مستورين، وعلى فكره كذا حد عرض عليا مساعده ماليه. يا جماعه احنا مش بنطلب فلوس، احنا الحمد لله ناس مستورين، وانا بدور على شغل يسترني انا وبنتي. انا بدور على امي، عايزه امي، البيت وحش من غيرها. طب انت لما غلطتي في حقها كان من ضغط عليك يعني؟ هي اساسا مش بترد عليا. يعني هي ماما حوجتني لوجود ام، والله العظيم انا اسفه ان انا بقول كده، بس هي دي الحقيقه. انا مش لاقياها حتى من وانا طفله، مش بترد عليا، مش بتتفاهم معايا. سوداني عايش في مصر. كملي. فاحنا علاقتنا ببعض مش كويسه. انت اصلا من زمان، بعد ما حصل انفصال. حتى علاقتها، على فكره اخويا ما شافش امي بقاله سنه. انا ما اعرفش هي بقى راحت عنده دلوقتي ولا ايه. متزوج؟ اخويا لا مش متزوج، وما بيوقفليش في اي حاجه، والمفروض بياخد علاج نفسي بقاله فتره كبيره. عنده 25 سنه، اصغر مني ب5 سنين. ربنا يا رب ان شاء الله يكمل شفاء على خير. تمام. والله العظيم، وما عملت له اي حاجه خالص، ما عملت له اي حاجه خالص. هو نفسيته تعبانه. مره من سنه كنت بقول له ايه يا حوده، مش بس تطلع بره الاوضه عشان معايا مكالمه تليفون، ومش هو المفروض يخبط على اخته قبل ما يدخل لها. راح قال لي العيله كلها، عيله امي، كره عيله امي كلها فيا. قالوا لي انت تعبتي له نفسيته. انا تعبت له نفسيته في ايه؟ انا ما عملتلوش حاجه خالص. راح قاطعني من الكلمه دي. يعني ايه قطعت سنه؟ اول مصحف الشريف بقاله سنه مقاطعني، وقبليها من 10 سنين ما حضرش فرحي. ده بقى من 10 سنين، ده قبل السنه. هو عايش فين؟ والله ما اعرف له طريق جره. ساعات قاعد عند صاحبه، عايش عند صاحبه. اخويا اللي عنده 25 سنه مش متجوز. اخويا الوحيد عايش عند صاحبه، وساعات عند خالاتي اللي عند صاحبه، مش عايش معانا. عموما وجهة نظرك وضحت يا هبه، واحنا ان شاء الله نتمنى لك كل خير، ونتمنى ان احنا نكون يعني نساعد في حل مشكلتك ان شاء الله، وتلاقي الزوج الصالح اللي تتمنيه. انت اسعي في ان انت تحافظي على بنتك وتربي بنتك وتعيشي حياه كريمه، وان شاء الله ربنا هيجيب لك نصيبك لحد عندك. في ناس محترمه بتتواصل، وربنا عالم بحالك. احنا كنا سعيدين جدا بوجودنا معاكي،
وان شاء الله نتمنى لك كل خير. مشاهدينا الكرام، كانت معكم